السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة ميكس كروشيه. النهاردة هنشتغل البوك الصغنون ده بطريقة سهلة وبسيطة. يلا بينا نشوف هنشتغل البوك الصغنون ده ازاي. بس قبل ما نروح حابة افكرك لو انت اول مرة تتفرجي عليا اتمنى تشتركي في القناة وتفعلي الجرس واختاري الكل عشان يوصلك مني كل جديد وكل فيديو بنزله. ويلا بينا نشوف هنشتغل البوك الصغنون ده ازاي. يلا نبدأ. انا هبدأ معاكم بخيط مكرمية قطن. الخيط اللي معايا ده خيط رفيع يعني سمكه مش 2 مللي بالظبط، ده سمكه 1.5 مللي، والخيط ده سمكه 1 مللي زي ما انتم شايفين كده رفيع جدا. فعشان كده هشتغل بإبرة رقم 2.5 لاني برضو محتاجة البوك بتاعي يبقى متماسك. تقدر اشتغل بإبرة رقم 3 او 3.5 فزي ما تحبي. هنبدأ كده نشتغل 16 سلسلة. 1 وبكده انا اشتغلت 16 سلسلة. الخطوة اللي بعد كده هرتفع سلسلة واحدة وهبدأ اشتغل في السلسلة اللي بعديها غرزة حشو، وهشتغل في الغرزة اللي بعديها غرزة حشو. هشتغل كده بنفس الطريقة لحد ما اوصل لنهاية السلسلة. وبكده انا اشتغلت في السلاسل اللي موجودة عندي كلها غرز حشو. الخطوة اللي بعد كده هرتفع سلسلة واحدة وهلف الشغل وهبدأ اشتغل في اول غرزة حشو فوقيها غرزة حشو، وهشتغل في الغرزة اللي بعديها برضو غرزة حشو، واللي بعديها غرزة حشو لحد ما اوصل لنهاية السطر. وهكرر السطور دي واشتغل رايح جاي رايح جاي لحد ما ارتفع 4 ادوار. اشتغلت معاكم دورين، يبقى دورين هكملهم وارجع لكم تاني. وبكده انا ارتفعت 4 ادوار. الخطوة اللي بعد كده هنلف القطعة كلها بغرز حشو. هاجي هنا واشتغل غرزة حشو واشتغل في الغرزة اللي بعديها واللي بعديها حشو، وهاجي هنا في اخر غرزة هشتغل فيها غرزتين حشو. في كل زاوية هشتغل جواها غرزتين حشو، وبكمل السطر فوق كل غرزة حشو غرزة حشو واحدة. وصلت كده للزاوية هبدأ اشتغل غرزتين حشو بالشكل ده واكمل السطر ده غرز حشو. كل سطر يقابلني من هنا هشتغل قصاده غرزة حشو واحدة. وصلت كده للزاوية هبدأ اشتغل جواها غرزتين حشو. بعد كده هكمل فوق كل غرزة حشو غرزة حشو، وصلت كده للزاوية الأخيرة هبدأ اشتغل جواها غرزتين حشو. وهشتغل في الغرزة اللي بعديها غرزة منزلقة. هأمن الشغل بسلسلة وهنفرد القطعة وهنبدأ نقيس. طول القطعة 10 سنتي، ارتفاع 4 سنتي ونص. الخطوة اللي بعد كده هنبدأ نقيس القاعدة ونقسمها 2 سنتي من هنا و2 سنتي من هنا. تمام. معايا هنا من العلامة للعلامة 12 غرزة حشو. هنا معايا سلسلة واحدة هرتفع فوقيها كمان سلسلة، كده يبقى معايا سلسلتين. هلف الخيط على الإبرة وهشتغل في نفس المكان غرزة عمود، واشتغل في اللي بعديها غرزة عمود، واللي بعديها غرزة عمود،
وهشتغل في كل غرزة عمود واحدة لحد ما اوصل للعلامة. كده انا وصلت للعلامة، هبدأ اشيلها وهشتغل غرزة عمود وهحط العلامة مرة كمان، وهشتغل في الغرزة اللي بعديها غرزة عمود واللي بعديها غرزة عمود. بعد كده هسيب من تحت غرزتين وهشتغل في التالتة غرزة بف. هلف الخيط على الابرة وهبدأ ادخل في الغرزة التالتة وهسحب الخيط بالشكل ده كده وهرفع وهشتغل غرزة بف ب3 لفات. بعد كده هاخد سلسلة وهلف الخيط على الابرة وهشتغل في نفس المكان غرزة بف ب3 لفات. بعد كده هلف الخيط على الابرة وهسيب من تحت غرزتين، هسيبهم مش هشتغل فيهم وهشتغل في التالتة غرزة بف. هاخد سلسلة ارتفاع وفي نفس المكان هشتغل غرزة بف. بعد كده هلف الخيط على الابرة وهشتغل الغرزة اللي بعديها غرزة عمود اللي بعديها غرزة عمود، وهشيل العلامة وهشتغل العمود التالت وهحط العلامة مرة كمان، وهكمل عادي فوق كل غرزة عمود وغرزة عمود. بكمل كده عادي خالص فوق كل غرزة هشتغل فيها غرزة عمود لحد ما اوصل لنقطة البداية. الخطوة اللي بعد كده هنيجي نقفل في اول غرزة عمود بغرزة منزلقة وهرتفع سلسلتين. الخطوة اللي بعد كده هلف الخيط على الابرة وهنزل في نفس المكان واشتغل غرزة عمود، وهشتغل في الغرزة اللي بعديها غرزة عمود. فوق كل غرزة عمود هشتغل فوقيها غرزة عمود لحد ما اوصل للعلامة. وصلت كده للعلامة هبدأ اشيلها وهلف الخيط على الابرة وهشتغل غرزة عمود امامي. بدخل بالشكل ده كده وهسحب الخيط وهشتغل عمود. بعد كده هلف الخيط على الابرة وهشتغل في العمود اللي بعده عمود امامي بالشكل ده كده. كده اشتغلت عمودين امامي. العمود التالت هشتغله عمود عادي. كده هلف الخيط على الابرة وهشتغل ما بين غرزة البف. هدخل كده في الفراغ بالشكل ده كده وهسحب واشتغل غرزتين بف ب3 لفات وما بينهم سلسلة. بعد كده هلف الخيط على الابرة وهتنيل على طول لغرزة البف اللي بعديها وبدخل كده ما بين الغرزتين وهسحب الخيط واشتغل غرزتين بف ب3 لفات وما بينهم سلسلة. بعد كده هيقابلني عمود هشتغل فوقيه عمود عادي. بعد كده هيقابلني عمود هشتغله امامي بالشكل ده كده. بعد كده العمود الاخير معايا في الرسمة هشتغله امامي زي الجهة الاولانية بالظبط. هكمل فوق كل غرزة عمود وغرزة عمود ومش هحتاج العلامة تاني لان الرسمة كده خلاص بقت باينة واضحة جدا، فمش هحتاج العلامة مرة كمان. بكمل كده فوق كل غرزة عمود وغرزة عمود لحد ما اوصل لنقطة البداية، وهكرر كده الادوار لحد ما ارتفع بالبوك بتاعي. كده انا اشتغلت 6 ادوار 1 2 3 4 5 6 وده شكل البوك، شكله حلو جدا. الخطوة اللي بعد كده عايزين نتني الجزء ده كده بالشكل ده
تمام. فاحنا هنحتاج علامة، وهنعد قبل العمود الامامي 3 غرز، 1 2 3، وهنحط العلامة في العمود الرابع، والجهة التانية برضو 1 2 3، وهنحطه في العمود الرابع اللي هو ده. انا عشان هغير اللون الخيط مش عايزة اكمل العمود للاخر. فاحنا هنحط على علامة في العمود الرابع بالشكل ده كده، وهنبدأ نضم التلاتة بالشكل ده. تمام. فاحنا دلوقتي هنجيب اللون التاني، هحطه بالشكل ده كده وهسحب الخيط. بعد كده هقفل الدور بمنزلقة في اول غرزة عمود، بظبط الغرز بتاعتي كده واشد الخيوط عشان الغرزة تبقى مظبوطة بالشكل ده. وهرتفع سلسلة واحدة، وفي نفس المكان هشتغل غرزة حشو، وهشتغل في الغرزة اللي بعديها غرزة حشو. وطبعا انا باخد الخيط معايا وهداريه تحت الغرز. هاجي هنا هقف مش هكمل، وهبدأ اضم القطعتين كده على بعض، وهبدأ اعلم اول رسمة واخر رسمة في الظهر. وهنا هعدي 1 2 3، واحط العلامة هنا في العمود الرابع، 1 2 3، وفي العمود الرابع هنحط علامة بالشكل ده كده. يبقى هنا الرسمة مكان دي كده. تمام. وهنا من العلامة البينك للعلامة الحمراء ده الجزء اللي هنتنيه، ده الجزء اللي هنتنيه بالشكل ده كده. تمام. عندي هنا بقى الثلاث غرز 1 2 3 هضمهم على غرزتين، ممكن ادخل جواها وهبدأ ادخل بالشكل ده كده، واسحب الخيط واشتغل غرزة حشو، وهدخل في اللي بعده وهاخد الجزء الاخير بالشكل ده كده، واشتغل غرزة حشو، وهكمل فوق كل غرزة غرزة حشو لحد ما اوصل للعلامة البينك والحمراء، عشان هتنيهم زي ما تنيت الجزء الاولاني بالظبط. هنا بقى هقف قبل العلامة بغرزة. تمام. هنا ثبتنا مكان العلامة وبعديها بغرزة. تمام كده. هنا برضو هقف قبل العلامة بغرزة، وهدخل الابرة بالشكل ده، وهبدأ اشيل العلامة وهتني الثلاث غرز بتوعي. هنا مكان العلامة دي 1 2 3، هبدأ اضمهم بالشكل ده كده، وادي الغرزة الأخيرة، اشيل العلامة بعد كده هشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو. وبكده انا وصلت للعلامة. هبدأ اضم القطعتين على بعض زي ما اشتغلت هنا في الظهر. هنا في 3 غرز هما اللي هنضمهم على بعض. هاخد العمود الامامي الاولاني، هبدأ وادي العمود التاني، هبدأ برضو اضمه بالشكل ده، بكمل العمود اللي بعده بكمله كده عادي خالص
فوق كل غرزة تقابلني هشتغل غرزة حشو فوق غرزة البف، وهشتغل كمان ما بين غرزة البف في الفراغ ده هشتغل جواه غرزة حشو واحدة، واللي بعديها غرزة حشو واحدة، واللي بعديها غرزة حشو واحدة، وهكذا. وصلت كده للعمودين الامامي، مش هشتغل فيهم غرز حشو، هضمهم كده بالشكل ده، وهبدأ ادخل وهتني القطعتين بنفس الطريقة. اخر عمود امامي اهو، مكان العلامة مش بشتغل فيها انا بس عشان بحدد ال3 غرز اللي هضمهم. تمام، اشتغل في العمود اللي بعده غرزة حشو. هنيجي نقفل بقى بنفس الطريقة اللي بنقفل بيها كل مرة الدور بالشكل ده كده. وهنرتفع سلسلة واحدة ونشتغل في اول غرزة حشو، غرزة حشو فوقيها، وبكمل كده عادي خالص. فوق كل غرزة هشتغل غرزة حشو، كمل كده فوق كل غرزة حشو غرزة حشو لحد ما اوصل للارتفاع المناسب. انا هرتفع من 4 ادوار ل5 ادوار، هكمل الارتفاع المناسب وارجع لكم تاني هنشوف هنعمل ايه في الخطوة اللي بعد كده. كده انا كملت الارتفاع وارتفعت 4 ادوار. هنيجي نقفل الدور بالشكل ده كده. بعد كده هناخد ربطة بسيطة وهنداري خيط ما بين الغرز. عندي كليبسات صغيرة بثبتها بإبرة وخيط عادي خالص. كده البوك خلص، بوك واسع جدا من جوه. وبكده البوك خلص، واتمنى يكون البوك عجبكم والشرح كان سهل وبسيط عليكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه لو انتوا لسه ما اشتركتوش، وتفعلوا الجرس واختاروا الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد وكل فيديو بنزله. واتمنى تشيروا الفيديو. وبس كده، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.